صباح السعادة والخيرات. النهاردة 1/9، كل سنة وانتم طيبين والموسم القضائي بدأ. وعندي سؤال بقى للقائمين على العدالة بمناسبة السؤال بتاع البنت من كام يوم كده، واحدة وقفت ورقصت على بنش كده. واوعى يا جدعان وهيبة العدالة. هو طبعا البنت غلطانة مفيش كلام، ونقيب الممثل راح اعتذر وبتاع، بس انا سؤالي بقى ايهما يعني اكثر خطورة على هيبة العدالة؟ انه القضية تتأجل ب3 اشهر، وانه نقعد في المحكمة بالسنة والسنتين والثلاثة من غير ما نوصل لنتيجة، ان المحاضر تبقى في العرض في النيابة بال6 اشهر وبالسنة، فيبقى الانطباع العام عند كل المصريين روح المحكمة ووريني هتعمل ايه. حتى قانون التحكيم اللي اخد بعض القضايا من المحاكم عشان يخفف العبء عليها، عشان ناخد صيغة تنفيذية، بنروح بأمر على عريضة يترفض فندخل المحكمة 4 سنين تاني. يعني تبويظ قانون التحكيم لمصلحة مين؟ لأن ناخد أحكام حبر على ورق وما نعرفش ننفذها. دي الأسئلة الجوهرية اللي لازم تتسأل. طبعا إن واحدة ترقص على بنش ولا بتاع ده غلط كبير محدش يوافق عليه، بس احنا محتاجين نحافظ على هيبة العدالة بالعدالة نفسها، لأن طول ما المصريين بيقولوا روح المحكمة ووريني هتعمل ايه، هنا مفيش هيبة للعدالة خالص. كل سنة وانتم طيبين.